ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مهرجان البشاميل، كوسه بالبشاميل، بتنجان بالبشاميل، بطاطس بالجزر بالبشاميل، بتنجان تاني بالبشاميل. وده كان رز مقلوبه، كنت عامل مقلوبه فاض منهم شويه، فقلت ايه اجددهم كده، يعني ايه بحيث الواحد دايما يستفيد من البواقي، وعاملهم برضو بالبشاميل. ده رز طالع من المقلوبه. تمام، هكمل وبعدين ايه اوريكم الخطوات الباقيه. طبعا حطيت البشاميل تحت، البتنجان والكوسه والبتنجان بقليهم في زيت. المقلوبه انتوا عارفين بتعمل ازاي طبعا. البطاطس بسلقها، وانا سلقتها مع اللحمه عشان تاخد طعم الشوربه. والجزر بسلقه، البطاطس بهرسها واحطها، وفيها الجزر. طبعا بحط طبقه بشاميل تحت. نتقابل بعد شويه. حطيت بقى انا هنا اللحمه ضفت اللحمه سليم، وضفت هنا لحمه وزبيب كمان عشان اقلل حده البهارات شويه. قابلكم كان شويه. انا كده قمت حاطط خلطه كنت عاملها، حطيت اللحمه طبعا زي ما وريتكم. في خلطه كنت عاملها بصل وفلفل و... وطماطم، ومعاهم قرنين اربعه كده شطه صغيرين، مش صغيرين قوي، اللي قد عقلتين الصوابع او الاصابع. ومعاهم 4 أظرف صلصة. 4 أظرف صلصة، 4 ولا 6 مش فاكر، يعني هم 4 أعتقد. وانت حسب بقى، عايزين صلصة كتير حطوا 6، انا بعملها بتبان وانا شغال. هرجع لكم تاني. وطبعا الملح والفلفل محطوط، وما حطيتش حاجة تانية. انا كنت حاطط في اللحمة وانا بسلقها ورق غار وملح وفلفل، وحاطط برضو مع الصلصة دي ملح وفلفل. مع البشاميل ما حطيتش حاجة لان عملته بالشوربة، ولبن بودر عليهم طبعا. هرجع لكم تاني. كده حطيت البشاميل وبعد ما حطيت البشاميل جبت بيضتين وضربتهم في ظرفين صلصة و... ودهنت بيهم وش الصواني. طب حد هيقول لي طب بتعمل كده كمية؟ هي وقفة واحدة، وقفة واحدة بتعمل كل حاجة وتحطها في الفريزر. لما تعوز تطلع انت عندك وقت لو يقضيك مثلا للبيت 5 6 ايام كمان، لان دي صينية كبيرة مثلا. شكرا لكم، القاكم في وقت اخر ان شاء الله. شكرا لكم.